السلام عليكم. انهيار وجنون الإعلام البرتغالي بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي وإقصائه من المونديال، ويسخرون من منتخبات أوروبا بسبب المنتخب المغربي. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي خلال فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف لا شيء في المباراة الماراثونية التي قدمها أسود الأطلس ليضرب موعدا في نصف النهائي لأول مرة لأي منتخب عربي أو إفريقي. فقد تفاعل الإعلام البرتغالي مع فوز المنتخب المغربي، وها هنا نبدأ بأسطورة المنتخب البرتغالي لويس فيجو الذي أدلى بتصريحات نقلتها قناة الدوري والكأس القطرية، وقال بكل صراحة أرفع القبعة للمنتخب المغربي الذي أتى من صحراء إفريقيا وفاز على كبار أوروبا، واليوم يقصي المنتخب البرتغالي من كأس العالم بعد هزيمة نقراء، وهم يستحقون هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. فهذا هو الحصان الأسود في هذا المونديال، وأعتقد هذا المنتخب أصبح عقدة منتخبات أوروبا في هذا المونديال والدور القادم على منتخب أوروبا أيضا. وأعتقد أن المنتخب المغربي سيكون حاضرا في المباراة النهائية، بينما صرح أسطورة المنتخب البرتغالي ديكو وأدلى بتصريحات الإذاعة البرتغالية وقال: أنا لم أصدق نفسي حتى هذه اللحظة أن المنتخب المغربي فاز على المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو، فأنا لم أتوقع هذه الهزيمة القاسية أمام المنتخب المغربي. فمنتخب المغرب اليوم فعل المعجزة في هذا المونديال وتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم، فهذا المنتخب حتى الآن هو المنتخب الوحيد الذي تأهل إلى دور الأربعة دون أن يلعب وقتا إضافيا مثلما حدث في الأرجنتين وكرواتيا. وأعتقد هذا المنتخب من الممكن أن يحصل على كأس العالم، بينما صرح أسطورة المنتخب البرتغالي روي كوستا وأدلى بتصريحات نقلتها قناة سبورت البرتغالية وقال: عار على لاعب مثل كريستيانو رونالدو ولاعب المنتخب البرتغالي الذين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية أن ينهزم اليوم أمام المنتخب المغربي الذي أتى من إفريقيا والذي كان بعيدا في هذا المونديال عن الترشيحات. فلم يفعل لاعب المنتخب البرتغالي وكذلك كريستيانو رونالدو أي شيء في هذه المباراة لكي نغفر لهم هذه الهزيمة المريرة. وأنصح كريستيانو رونالدو أن يعتزل اللعب الدولي لأنه أصبح عالة على المنتخب البرتغالي، فلاعبو المغرب مقاتلون محاربون وقضوا على هيمنة البرتغال الكروية. بينما صرح المدرب البرتغالي كارلوس كروش وأدلى بتصريحات نقلتها قناة أونتين سبورت المصرية وقال: هذا هو مونديال العرب، فأنا سميت هذا المونديال بهذا اللقب لأن المنتخب المغربي فعل المعجزة حقا في هذا المونديال. فأنا أندهش من هذا المنتخب الذي واجهته في إفريقيا مع المنتخب المصري وتغلبت عليه، فهذا المنتخب تغير تماما عن المنتخب الذي فزت عليه في إفريقيا. وأعتقد هذا الجيل من المنتخب المغربي أصبح حقا من المنتخبات الكبرى في العالم ويحترمه الجميع بعد ذلك، بعدما حقق إنجازا تاريخيا للكرة العربية والإفريقية في هذا المونديال، وبات أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي. فهنيئا للمنتخب المغربي، وهنيئا للمدرب المقاتل وليد الركراكي الذي فعل كل شيء في هذا المونديال. وأعتقد أن هذا المنتخب سيكون خصما ثقيلا في دور نصف النهائي، ومن الممكن المنتخب المغربي يحقق حلم شعب إفريقيا والعرب برفع كأس العالم. وفي النهاية ادعوا معي للمنتخب المغربي. اللهم انصر المنتخب المغربي واجعله يفوز في المباريات القادمة ليصل إلى نهائي كأس العالم. اللهم زد وبارك واحمي لاعب المنتخب المغربي من شر الإصابات والعين. اللهم انصر المسلمين والعرب والأمازيغ في هذه البطولة. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.